السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الإخلاص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإخلاص هو أن لا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجازيا إلا سواه. نعم، دايما بنعمل حاجات كتير، ودايما حد بيقول لك انا مهما بعمل خير بيترد شر، ومهما بعمل مش بيتمر ومش عارف ايه. لا، اللي عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش ابدا يا جماعة. اعمل الخير واعمل الحاجة اللي ترضي ربنا ثم ضميرك، ثم اترك تماما رضاء الناس. رضاء الناس غاية لا تدرك زي ما احنا فاهمين. لذلك لا تطلب على عملك شاهدا غير الله عز وجل، هو الشاهد عليك والمطلع على ما في قلبك، ولا مجازيا الا سواه. ما تستناش الجزاء او الجزاء من البشر بطبعهم أصلا ناكرين للخير وناكرين لهذا، وهذه أطباع خلقها الله عز وجل. خلي كل الشهادة وكل الجزاء وكل الانتظار من الله عز وجل، هكذا تنال حقيقة الإخلاص.